مساء الورد عليكم. النهارده هنتكلم مع بعض الارشادات اللي المطلوب نمشي وراها لو قابلنا قرش في المصيف. ايوه اللي انا بقوله صح، لو انت قابلت وانت في البحر كده قابلت قرش المفروض تعمل ايه؟ اول حاجه وانت رايح لسه المصيف المفروض تودع اهلك، تبدا بقى تسلم على الناس وحبايبك والكلام ده، لانها ممكن تبقى وان واي تريب، انت فاهم، انت رايح ومش عارف ايه الدنيا هناك، فاهم؟ ودعنا اهلنا وسلمنا عليهم وبوسناهم وكتبنا الوصيه وعملنا كل حاجه، تقدر تنزل بقى الميه عادي جدا وانت مرتاح. نزلت الميه وعمت والدنيا كانت حلوه بقليله وجميله، ومره واحده لقيت زعنفه كده جايه عليك كلنا سمكه قرش. اول ما تشوف سمكه القرش ما تجريش. انا مش عارف انا بقول لك الكلام ده ازاي، بس قشطه ما تجريش، هم قالوا لنا ما تجريش خلاص ما تجريش، يعني افضل واقف فيها كده عمودي كده، عشان سمكه القرش وهي جايه هتحتاج ان انت تبقى عايمه كده عشان تغبرك او تخبطك، لا فانت واقف لها كده ايه عمودي كده. ولما القرش يقرب عليك بقى كشم له كده واديله البوكس في عينيه، هو بيخاف، تلاقي القرش كده عمل كده على عينيه وقلق منك، قال لك لا يا عم الواد ده جرم، فانت اديله البوكس على او في خياشيمه، انت فاهم، دور بقى انت على خياشيم القرش فين في الموقف الجميل ده، واديله كده ايه واحده هوك كده في خياشيمه. تمام؟ إيه لو انت ضربته في خياشيمه وخزقت عينيه كده وبالصدفه اتعورت، كرر الشهاده. اهم حاجه تكرر الشهاده انت فاهم، ده قرش برضه يا معلم، انت فاهم الموضوع، الوضع ما يستاهلش. واخر بقى حاجه والاسلم من الكلام ده كله، انزل بسين يا معلم. ليه تنزل حمام البحر وبيقول لك في قروش هناك وسلاحف النينجا ماله البسين؟ اشتكى من حاجه البسين ولا اي حاجه؟ انزل وقوم وبلبط، ويوم ما تقول انا بغرق المنقذ اللي فوق هينزل يجيبك، ولا هتلاقي زعنفه ولا هتلاقي اي حاجه. وبس كده يا سيدي، بلا قرش بلا مصيف بلا راجع دماغ، وبس كده يا سيدي. سلام.